حضرتك لو مراقبني مش هيبقى كده. انا تقريبا ركزت في الوقت اللي انت بعت فيه الكومنت. تقريبا ده نفس الوقت اللي انا كنت فيه في الساونا. ماشي يا بطل، واكيد هرد عليك. اول سؤال، عاشر سؤال، اكيد هرد عليك. انا حتى النهارده المفروض كنت انزل حلقه تانية خالص، بس انا خليتها للاسبوع الجاي، نفس اليوم، الاربع الساعه 9، طبعا بتوقيت السعوديه، يعني 8 عندك في مصر. خليت الاولويه ان انا ارد على سؤال، وطبعا اي حد عنده سؤال هرد عليه، حتى زي ما قلت لكم قبل كده لو كان تحدي. يلا من البدايه كده انزل حط لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس. بص يا بطل، بالنسبه للساونا اكيد كلنا نعرفها. غرفه فيها درجه حراره عاليه بتوصل تقريبا لل 60، بنخش نقعد فيها من 5 دقائق ل 10 دقائق، وممكن توصل الجلسه ل 20 دقيقه. وعارفين ان هي بتعمل ريكفري واسترخاء للجسم. بس انا اكيد مش هطلع اقول لك الكلمتين دول. اكيد انا مش جاي اقول لك الكلمتين اللي الكل يعرفهم، اكيد انا جاي اقول لك فوائد وحاجات جديده انت اول مره تسمعها عن الساونا. خليك معايا. ايه هي الساونا؟ الساونا هي مكان بخش فيه ارفع درجه حراره جسمي علشان اكتسب بعض النتائج او بعض الفوائد، علشان اوصله لمرحله اسمها الهرمون. ايه الهرمون دوت؟ ده مصطلح لاتيني فيما معناه ان انا بعمل انهاض لبعض وظائف الجسم. انا بحط الجسم في ظروف مختلفة عن المعتادة علشان ابدا اكتسب فوائد او نتائج مختلفة، زي مثلا حمام المية البارد التلج اللي بعد التمرين مباشرة. ليه بحط الجسم في ظروف مختلفة؟ عشان اعلي واعزز كفاءة بعض العمليات الحيوية الميتابوليزم في جسمي. اننا ذكرنا الحمام البارد اللي بيبقى بعد التمرين، اكيد الناس عارفة الحالة بتاعت ساونا، ارفع درجة حرارة الجسم، ومية بارد انزل درجة حرارة الجسم، والاتنين ليهم فايدة سوا، لكن احذر في بعض الحالات وبعض الاشخاص ما ينفعش. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. لكن احذر في بعض الناس وبعض الاشخاص ما ينفعش يعملوا الحركة دي، تمام؟ الا لما نتأكد مع بعض ازاي مسموح لك تعملها. تعالى نمسك اول فايدة في الساونا. بما اننا ذكرنا الحمام البارد، تعالى اقول لك الاتنين مع بعض فيهم فايدة عاملة ازاي. الحمام البارد معروف الصدمة دي معروفة بالكولد شوك بروتين، لكن الساونا العكس اكيد، هيت شوك بروتين. تمام؟ دي بتبقى صدمة للجسم، بس صدمة فيها ايه؟ بروتين. زي ما احنا عارفين ان جسمنا كله مليان بالبروتين، الخلايا بتاعتي فيها بروتين. طب انا لما بدي للجسم صدمة برد او صدمة سخن، بيعمل ايه؟ بيحسن وظائف الجسم، منها وظيفة البروتينات دي نفسها، بيخلي كفاءة عملها وشغلها، اذا كانت بتنقل مسجات، او اذا كانت بتعزز في انتاج الهرمونات، او اذا كانت بتعزز في الاستشفاء او في تجديد الخلايا. الشوك اللي انا بعملها للجسم اذا كانت هيت او كولد، هي دي اللي بتعلي لي كفاءة البروتينات. فنقدر نقول ان اول حاجة هي بتعلي وظائف الجسم، الميتابوليزم، بالاخص البروتينات اللي جوه الخلايا. تاني فايدة معايا انه بيعلي وبيعزز كفاءة عملية الإيض. عملية الإيض دي اللي هي الجسم بيستخدم فيها الأكل بتاعنا عشان يحوله لطاقة. تالت فايدة معايا للساونا، ان جلسه واحده من الساونا 20 دقيقه كفيله ان هي تقلل عندك الاكتئاب لمده شهرين. انت مستوعب تقعد تاخد في ادويه وتزور دكاتره؟ جلسه ساونا واحده كفيله ان هي تخلي الاكتئاب عندك اقل لمده شهرين كاملين جلسه. رابع فايده معايا، ومن الحاجات اللي انت ممكن تستغربها وتتفاجئ بيها، عملوا على مجموعتين من الناس دراسه في فنلندا. مجموعه ما بتستخدمش الساونا، ومجموعه شغاله على الساونا ومستمره عليها فتره من الزمن. لقوا ان المجموعه اللي بتستخدم الساونا بتقلل نسبه الوفيات فيها 40%. يا عم انت هتكلمنا ضد الدين؟ وفيات ايه يا عم؟ هو التحكم في العمر ده بتاعي؟ لا انت ما فهمتنيش. انا اقصد ان هم بيعيشوا بكفاءه احسن. ولو في حد كان هيجيله مثلا مريض قلب، او هيجيله مرض قلب او مرض ضغط او مرض سكر، الساونا ساعدته ان هو يقاوم المرض ده لفتره اطول، طبعا مع اللايف ستايل المظبوط. فده ممكن نقول ان دي كمان فايده، ان هو بيساعد في انه يقلل لك اعراض الضغط والسكر والقلب، لكن مش مريض ضغط وسكر وقلب، لان اصلا دي من الحاجات اللي انا هحذرك منها بعد كده. انا ما بقولش مريض، انا بقول حد كان هيجي له ضغط، حد هيجي له سكر، بيساعد. عمليه الساونا دي نفسها، جلسه الساونا بتساعد في انك تقلل من الضرر اللي ممكن يجي لك، او ان هي ممكن يجي لك، بيخلي الجسم قادر يقاوم ايه المرض ده. خامس فايده معايا في الساونا واللي هتبهرك، فاهم؟ انا خلاص انا هعتمد الساونا. ان عملوا دراسه تانية على بعض الرياضيين،
لو ان الساونا بتعزز انتاج جروث هرمون في جسمك 16 ضعف. ايه؟ 16 ضعف. لكن بشروط انك تستخدم الساونا في اليوم ساعتين. ساعتين ايه؟ انا بستخدمها 10 دقايق وبكون بموت. لا، ما هو مش ساعتين على بعض. ساعتين على بعض اصلا مع السلامه. انت قال لك ساعتين في اليوم، لكن 20 دقيقه وتروح تعمل حاجه وترجع، 20 دقيقه تروح تعمل حاجه و20 دقيقه وترجع. طيب هل طبيعي ان انا اعمل كده؟ ما اقترحش ده ليك خالص. دي بتبقى للرياضيين او الناس اللي بتحضر، الرياضيين اللي هم السوبر الاتليت، اللي هم بيحضروا بطولات. طبعا هم دول في عرض اي 1% من اي تعزيز اداء. سادس فايده للساونا ان عملوا دراسه تانية على رجال الماراثون، الرياضيين بتوع الماراثون، لقوا ان الساونا، المواظبه على الساونا 4 مرات في الاسبوع بتعلي الاندورنس، بتعلي التحمل بتاعهم في جلسه التدريب الواحده تقريبا 30 دقيقه زياده. هو اصلا تدريبه بيبقى طويل جدا بالساعات، فلما تزود 30 دقيقة بالنسبة لهم رقم كويس. لكن انت مستوعب ان 30 دقيقة ايه؟ انا اصلا لو جريت 20 دقيقة بنهج. لا، انا بتكلم على رجال الماراثون اللي هم اصلا بيتمرنوا بالساعات. فلو ان الساونا بتعزز كفاءة الاندورنس عندهم والتحمل، بتزود لهم تقريبا 30 دقيقة في جلسة التمرين الواحدة. سابع فايدة للساونا، وهكتفي بكده، كفاية السبعة دول. اعتقد اللي انت سمعته كفيل جدا انك تستخدمها. وانا هقول لك دلوقتي ازاي تستخدمها، وهقول لك ايه التحذيرات اللي ما تعملهاش في الساونا. اقدر اقول لك ان سابع فايده ليها اللي الكل بيخش عشانها. انت بتخش عشان الريكفري وعشان حاجه تانية، عشان حاله الريلاكس وتظبيط المود. الساونا بتساعدك جدا في الريلاكس. ما هو حاجه بتساعد على الاستشفاء، يبقى اكيد بتساعد على الريلاكسيشن. بتحطك في حاله الروقان، وكمان تحسين المود، بتخلي مودك احسن واعلى واروق. ازاي بقى تستخدم الساونا؟ الساونا بتبقى جلسه ما بين 5 ل 20 دقيقه، الماكسيموم 20 دقيقه. من التحذيرات اللي هقول لك عليها انك ما تتخطاش ال 20 دقيقه، لان ده هيعود عليك بالسلب مش بالايجاب. ده رقم واحد. واقل حاجه طبعا 5 دقائق. وبالنسبه للمبتدئين اللي اول مره يخشوها او يجربوها، خليك في الاول 5 او 10 دقائق علشان تشوف رد فعل الجسم هتستحملها ولا لا. لان دايما اللي بيخش في الاول بيحس ان الاكسجين قليل ومش قادر يتنفس، وبيحس ان هو هيموت. ومن الحاجات المفيده ليها برضو اللي انا شخصيا بجربها، ان بتفتح معايا جدا الانف والشعب الهوائيه، بحيث ان انا عارف اتنفس، بالاخص بعد ما اخد الساونا في الشاور البارد. دي بقى من الحاجات اللي انا عايز احذرك منها. الشاور البارد، انك تخش الساونا انت بتعلي درجه حراره الجسم جدا. انت بتخش الساونا 60 درجه، فمن 50 ل 60، فانت بتعلي درجه حراره الجسم جدا. حلو. فالجسم دلوقتي عايز يعادل درجه الحراره، فعمال ينتج فيه، يضخ دم اكتر، ويوسع الاوعيه الدمويه، وبيحاول ان هو يطلع الدم اكتر عشان يبرد حراره الجسم. دي من الحاجات اللي اسمها هيت شوك بروتين، لسه متكلم عليها في اول الحلقه. طيب لما اروح بقى اخد حمام بارد تلج بعدها، بعمل العكس تماما، كولد شوك بروتين. طيب فين المشكله؟ انا سامع ان الموضوع ده مفيد وحلو جدا للمفاصل والعضلات والكلام ده كله، وبيركز البروتين اكتر في العضله. فعلا هو بيعلي وبيحسن جدا كفاءه البروتين جوه العضله. لكن لو انا مريض ضغط او مريض قلب، بالاخص مريض القلب، او ضغط او سكر، اوعى تعمل الحركه دي، انك تخش ساونا تطلع على الميه البارد. ليه؟ انت وسعت الاوعيه الدمويه جدا. بتخش الحمام البارد تعمل ايه؟ بتضيق جدا الاوعيه الدمويه والفاسكولار بتاعتك، فده ممكن يعمل مشكله كبيره في القلب لا قدر الله. فما لو انت مريض قلب او سكر او ضغط، لازم تاخد الاذن وتاخد الاقرار من الدكتور انك ممكن تستخدمها. اوكي؟ خليك ذكي في التعامل مع جسمك، وزي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.